احنا المصريين اجدع ناس يحبوا يزنقوا نفسهم. اه والله ما نفتحش كتاب ونذاكر الا ليله الامتحان، وطبعا ما بنلمش المنهج. نروح نحلق ليله العيد، وطبعا قدامنا يبقى طابور طويل. عندنا ميعاد كمان ساعه ونفضل قاعدين على الكنبه مكسرين نتحرك، وطبعا نوصل الميعاد بالتوقيت المصري. حتى لما بنيجي نستثمر بنعمل نفس الموضوع. من ساعه ما الفيدرالي يخفض الفايده وكميه اسئله كبيره بتجيلي نشتري ذهب دلوقتي ولا لا، اصله ابتدى يغلى. احنا افتكرنا دلوقتي يا جماعه؟ ما انا وغيري اتبعها صوتنا الشهور اللي فاتت بنقول لكم اشتروا ذهب، الاسعار كويسه. المشكله ان لما بيجي لي السؤال ده بجد مبقاش عارف ارد اقول ايه. ما هو في اوقات عدم اليقين زي اليومين دول في الغالب بنمسك على اللي معانا، ومش بنعمل حركه بيع وشراء كبيره يعني. الا طبعا لو عندك معلومه مش عند حد، ده حاجه تانية. برضه بعد ما الاسواق فتحت قلت يا جماعه اللي عندهم اسهم في شركات التكنولوجيا وما كانوش عارفين يتخارجوا الفتره اللي فاتت بعد الاتنين الاسود، ده احسن وقت ليهم ان هم يطلعوا ويبقوا كسبانين. تلاقي حد بيقول لك يا عم ما تروح تشوف السوق، ده الاسهم زي الفل والناس قاعده بتشتري. طب ما هي دي الفكره. وانت مش كنت مزنوق لما البورصات وقعت وما كنتش عارف تطلع تاني؟ فرصتك لو عايز تطلع تطلع بسعر كويس، ولا لازم نستنى لما يتهبط تاني ونقول نطلع ونخسر، ولا نستنى شويه؟